ان انا اقيم محترف من مباراه واحده هي مرفوضه شكلا وموضوعا، لان انا النهارده مش هروح اجيب محترف وادفع فيه ملايين الدولارات وفي النهايه اقيمه بالقطعه، خصوصا ان موديتس يعني موقفه مختلف شويه. انت بتتكلم على لعيب عنده 35 سنه، بتتكلم على لعيب بيلعب في دوريات مختلفه وثقافه كرويه مختلفه ورتم واسلوب واداء مختلف تماما، ففكره ان هو يتاقلم بسرعه ويتالق بسرعه هتاخد وقت معاك شويه. بتتكلم على لعيب جالك قبل غلق باب القيد بساعات، بتتكلم على لعيب مش جاهز بدنيا ولا عمل فتره اعداد وبقاله اكتر من 6 شهور بعيد عن الملعب. وفكره ان الاعلام عندنا في مصر كان بيحاول يبروز الصفقه ان الراجل جاي من بروسيا دورتموند عند النادي الاهلي، لا الموضوع ده مش صح، لان الراجل ده لو كان بالوضع اللي الاعلام عندنا في مصر بيصوره هو عمره ما كان هيفكر يجي يلعب في الدوري المصري، بغض النظر بقى عن النادي الاهلي، سيب النادي الاهلي على جنب، انا بتكلم بشكل عام. هو جالك لما بقاش عنده حلول ووافق بالتعاقد مع النادي الاهلي في ظل ان هو ما عندوش حلول، ونفس الكلام كان بينطبق على النادي الاهلي. يعني هما الاثنين اتلاقوا في طريق واحد. النادي الاهلي كان عايز يوفي بوعوده مع الجماهير بتاعته وعايز يبدا الموسم بوجود مهاجم، بس الاهلي برضو خد ريسك اقل، قال لك بقى بدل ما اروح ادفع ارقام كبيره في مهاجم مغمور، فكره ان هو يتالق من عدم تالقه ممكن تكون فيها ريسك كبير، وان انا اكرر نفس الخطا بتاع بواليا وبتاع اليو بادجي وبتاع برونو سافيو وبتاع غيرهم وغيرهم من اللعيبه، لا انا اروح اختار اسم كبير جدا وامكانيات كبيره جدا وجاي من دوري قوي جدا. ففكره ان هو يشتغل كويس او ما يشتغلش كويس دي مش هتبقى بتاعتي كمجلس اداره، انا رحت جبت المستويات او الليفل اللي الجمهور بيتمناه.